عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم للكاتب عباس محمود العقاد. قراءة هزار الحرك. إشراف عماد زيتون. علامات مولد. كان عالماً متداعياً قد شارف النهاية. خلاصة ما يقال فيه إنه عالم فقد العقيدة كما فقد النظام، أي أنه فقد أسباب الطمأنينة في الباطن والظاهر. طمأنينة الباطن التي تنشأ من الركون إلى قوة في الغيب تبسط العدل وتحمي الضعف وتجزي الظلم وتختار الأصلح الأكمل من جميع الأمور. وطمأنينة الظاهر التي تنشأ من الركون إلى دولة تقضي بالشريعة وتفصل بين البغاة والأبرياء وتحرس الطريق وتخيف العائثين بالفساد. بيزنطة قد خرجت من الدين إلى الجدل العقيم الذي أصبح بعد ذلك علماً عليها، وتضاءلت سطوتها في البر والبحر حتى طمع فيها من كان يحتمي بجوارها. وفارس قد سخر فيها المجوس من دين المجوس، وكمنت حول عرشها كوامن الغيلة وبواعث الفتن ونوازع الشهوات. والحبش ضائعة بين الأوثان المستعارة من الحضارة تارة ومن الهمجية تارة، وبين التوحيد الذي هو ضرب من عبادة الأوثان. ثم هي بعد هذا التشويه في الدين ليست بذات رسالة في الدنيا ولا بذات طور من أطوار التاريخ، فليس لها عمل باق في سجل الأعمال الباقيات. عالم يتطلع إلى حال غير حاله، عالم يتهيأ للتبديل أو للهدم ثم للبناء. أمة. وبين هذه الدول المتداعيات أمة ليست بذات دولة، ولكنها تتأهب لإقامة دولة. هي أمة العرب، وقد تيقظت لوجودها وشعرت بمكانتها، كما شعرت بالخطر عليها وبمواضع النقص منها. في أيديها تجارة العالمين، فإذا سارت القوافل من خليج فارس إلى بحر الروم فهي تسير في البادية بين حراس من العرب لا سلطان عليهم للدول المتداعية، أو هم قد شعروا بذلك السلطان حيناً في إبان الصولة الرومانية والصولة الفارسية، ثم علموا أنهم مالكون لزمامهم، يرضون فتتصل الأرزاق بين المشرق والمغرب وبين المغرب والمشرق، ويغضبون فتبور التجارة وينضب المورد وتكسد الأسواق. وإذا سارت القوافل من اليمن إلى الشام أو من بحر القلزم إلى بحر الروم فهي جيرة الأعراب من كلتا الطريقين، أمة تيقظت لوجودها وعرفت شأنها بين من يحدقون بصحرائها، ثم رأت هؤلاء المحيطين بها يجورون عليها ويريدون إخضاعها وابتلاعها. فهرقل الرومي يرسل إلى مكة من يحكمها، وأبرهة الحبشي يزحف إلى مكة بمن يهدم كعبتها ويستبدل بها كعبة غيرها، وفارس تطغى على شرق البلاد وعلى جنوبها. خطر من خارجها يزيد الأمة يقظة وانتباها لوجودها، وخطر من داخلها يدفع بها دفعا إلى الزوال أو إلى استكمال النقص المستشري في حياتها. مدينة واحدة تجتمع فيها ثروة الجزيرة، وعصبة واحدة من سادة القوم تجتمع في أيديها ثروة المدينة، حالة لا استقرار فيها. فمن هنا الترف والطمع والخمر والقمار والمتعة وتسخير الأقوياء للضعفاء، ومن هنا الفاقة والحسرة والشك في صلاح الأمور. ولكنه شك يبحث ويضطرب، وليس بالشك الذي يستجم ويستكين، فحيثما اجتمع أناس من أولى الرأي يذكرون العقيدة وطمأنينة الضمير فهناك هاتف بينهم بسوء ما هم عليه. اجتمع أناس بنخلة لإحياء عيد العزة، فقال رجل منهم لإخوانه: لله ما قومكم على شيء، وإنهم لفي ضلال، فما حجر نطوف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، ومن فوقه يجري دم النحور. يا قوم التمسوا لكم دينا غير هذا الدين الذي أنتم عليه. ثم تفرقوا، فمنهم من تنصر، ومنهم من اعتزل الأوثان، ومنهم من انتظر حتى سمع دعوة الإسلام فلباها. وكان الذي تنصر وسمع دعوة الإسلام ورقة بن نوفل، الذي كتب له أن يتلقى بشارة النبي العربي عند ظهوره ويلقي إليه بالبشارة. هؤلاء شكوا وبحثوا عن العقيدة وطمأنينة الضمير.
وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمير ووازع من السلطان، فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم يتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. وذلك حلف الفضول الذي شهده النبي العربي في شبابه، وقال فيه: ما أحب أن يكون لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم. حالة لا تستقر ولا تزال في طلب الاستقرار، وأمة يقظة، وخطر محدق بها مما حولها ومما هو في دخائلها وأحشائها، حالة تنذر بالزوال، وقلما تزول أمة يقظة في أوان انتباهها، فتلك إذن حالة للتبديل والتجديد. قبيلة. وقبيلة في تلك الأمة في تلك المدينة لها شعبتان، إحداهما من أصحاب الترف والطمع واستبقاء ما هو قائم كما كان قائما على هواها، والأخرى من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط بين مقام القوي الذي يجور ويطغى ويستبقي أداة الجور والطغيان، ومقام الضعيف الذي يحتمل الأذى ويصبر على الكريهة ولا يملك مع السيد الآمر إلا أن يذعن له ويأكل من فضلات يديه. بيت. وبيت من تلك الشعبة الوسطى له كرم النسب العريق، وليس له لؤم الثروة الجامحة والكبرياء الجائحة والقسوة على من دونه من المحرومين. ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذؤاباتها العليا، وإن لم يكن معدودا من أثرياء القبيلة القرشية في ذلك الأوان. ورأس هذا البيت عبد المطلب رجل قوي الخلق قوي الإيمان فيما آمن به، حكيم مع قوة طبعه وشدة إيمانه، خليق أن ينجب العقب الذي يبشر بدعوة وينضح عن دين. نذر لئن عاش له 10 بنين لينحرن أحدهم عند الكعبة، ثم أحله قومه وأحلته العرافة من نذره، فأبى أن يتحلل حتى يستوثق من رضا الرب ورضا ضميره. سألتهم العرافة: كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت: فتقربوا إذن ب10 من الإبل، واضربوا على الفتى وعليها بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم. فما زالوا يزيدون حتى بلغت الإبل 100 وخرجت القداح عليها، فهتفت قريش بعبد المطلب: لقد رضي ربك فأطلق فتاك. وكان خليقا بمن يريد أن يتحلل ويتعلل أن يقبل ولا حرج عليه، ولكن عبد المطلب لم يكن من المتحللين المتعللين، فأبى إلا أن يضرب عليها القداح 3 مرات، ثم نحرت الإبل للجياع من الأناس والسباع. وجاء القائد الحبشي يهدم الكعبة ويسطو على الإبل والشاة، فلما سأله عبد المطلب أن يرد إليه إبله، قال له مقال السياسي المحرج المداور بالكلام: أراك تسأل عن إبلك ولا تسأل عن الكعبة. فأجابه عبد المطلب جواب الحكيم المؤمن: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. فكان إيمانه إيمانا كفؤا لدهاة السياسة، ولم يكن إيمان العجز والتواكل والاستسلام. ومن كان له هذا الخلق وهذا الضمير وهذا الإيمان وهذه الرئاسة، فليس من عجب أن ينجب نبيا في زمان يستدعي الأنبياء ومكان مهيأ لهم دون كل مكان، بل العجب أن يكون الأمر غير ما كان. أب. وإذا كان عبد المطلب جدا صالحا لنبي كريم، فابنه عبد الله نعم الأب لذلك النبي الكريم، لكأنما كان بضعة من عالم الغيب أرسلت إلى هذه الدنيا لتعقب فيها نبيا وهي لا تراه ثم تعود. كان إنسانا من طينة الشهداء، يتجه إليه القلب الإنساني بكل ما فيه من حب وحنو ورحمة، فهو الفتى الذي اسمه عبد الله والذي اختير للفداء، فجاشت له شفقة قومه حتى تركه لهم القدر إلى حين. وهو الفتى الذي تحدثت الفتيات في الخدور بوسامته وحيائه، وودت مئات منهن لو نعمن منه بنعمة الزواج. وهو الفتى الذي أقام مع عروسه 3 أيام ثم سافر ليتجر، فإذا هي السفرة التي لا يؤوب منها الذاهبون. وهو الفتى الذي مات وهو غريب، وولد له نسله الكريم وهو دفين. وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة آباء الأنبياء والسلالة التي تصل بين الآخرة والدنيا وبين عالم البقاء وعالم الفناء. رجل. عالم يتطلع إلى نبي، وأمة تتطلع إلى نبي، ومدينة تتطلع إلى نبي، وقبيلة وبيت وأبوان أصلح ما يكونون لإنجاب ذلك النبي.
ثم ها هو ذا رجل لا يشركه رجل آخر في صفاته ومقدماته، ولا يدانيه رجل آخر في مناقبه الفضلى التي هيأته لتلك الرسالة الروحية المأمولة في المدينة وفي الجزيرة وفي العالم بأسره. نبيل عريق النسب، وليس بالوضيع الخامل فيصغر قدره في أمة الأنساب والأحساب. فقير، وليس بالغني المترف فيطغيه بأس النبلاء والأغنياء، ويغلق قلبه عما يغلق القلوب من جشع القوة واليسار. يتيم بين رحماء، فليس هو بالمدلل الذي يقتل فيه التدليل ملكة الجد والإرادة والاستقلال، وليس هو بالمهجور المنبوذ الذي تقتل فيه القسوة روح الأمل وعزة النفس وسليقة الطموح وفضيلة العطف على الآخرين. خبير بكل ما يختبره العرب من ضروب العيش في البادية والحاضرة. تربى في الصحراء وألف المدينة، ورعى القطعان واشتغل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف، واقترب من السراة ولم يبتعد من الفقراء. فهو خلاصة الكفاية العربية في خير ما تكون عليه الكفاية العربية، وهو على صلة بالدنيا التي أحاطت بقومه، فلا هو يجهلها فيغفل عنها، ولا هو يغامسها كل المغامسة فيغرق في ذروتها. أصلح رجل من أصلح بيت في أصلح زمان لرسالة النجاة المرقوبة، على غير علم من الدنيا التي ترقبها. ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام، قد ظهر والمدينة مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه، والجزيرة مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه، والدنيا مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه. وماذا عن علامات الرسالة أصدق من هذه العلامة؟ وماذا من تدبير المقادير أصدق من هذا التدبير؟ وماذا من أساطير المخترعين للأساطير أعجب من هذا الواقع ومن هذا التوفيق؟ علامات الرسالة الصادقة هي عقيدة تحتاج إليها الأمة، وهي أسباب تمهد لظهورها، وهي رجل يطلع بأمانتها في أوانها. فإذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا إلى علامة غيرها؟ وإذا تعذر عليها أن تجتمع فأي علامة غيرها تنوب عنها أو تعوض ما نقص منها؟ خلق محمد بن عبد الله ليكون رسولا مبشرا بدين، وإلا فلأي شيء خلق، ولأي عمل من أعمال هذه الحياة ترشحه كل هاتيك المقدمات والتوفيقات وكل هاتيك المناقب والصفات؟ لو اشتغل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة من الزمن لكان تاجراً أميناً ناجحاً موثوقاً به في سوق التجار والشراء، ولكن التجارة كانت تشغل بعض صفاته، ثم تظل صفاته العليا معطلة لا حاجة إليها في هذا العمل مهما يتسع له المجال. ولو اشتغل زعيماً بين قومه لصلح للزعامة، ولكن الزعامة لا تستوفي في كل ما فيه من قدرة واستعداد. فالذي أعده له زمانه وأعدته له فطرته هو رسالة العالمية لا سواها، وما من أحد قد أعد في هذه الدنيا لرسالة دينية إن لم يكن محمد قد أعد لها أكمل إعداد. بشائر الرسالة. والمؤرخون يجهدون أقلامهم غاية الجهد في استقصاء بشائر الرسالة المحمدية، يسردون ما أكده الرواة منها وما لم يؤكدوه، وما قبله الثقات منها وما لم يقبلوه، وما أيدته الحوادث أو ناقضته، وما وافقته العلوم الحديثة أو عارضته، ويتفرقون في الرأي والهوى بين تفسير الإيمان وتفسير العيان، وتفسير المعرفة وتفسير الجهالة، فهم يستطيعون أن يختلفوا لحظة واحدة في آثار تلك البشائر التي سبقت الميلاد أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة واستفاض أمر الإسلام. لا موضع هنا لاختلاف، فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لها أثر في إقناع أحد بالرسالة يوم صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أو كان ثبوت الإسلام متوقفاً عليها، لأن الذين شهدوا العلامات المزعومة يوم الميلاد لم يعرفوا يومئذ مغزاها ومؤداها، ولا عرفوا أنها علامة على شيء أو على رسالة ستأتي بعد 40 سنة، ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاخوا إلى الرسالة بعد البشائر ب40 سنة لم يشهدوا بشارة واحدة منها، ولم يحتاجوا إلى شهودها ليؤمنوا بصدق ما سمعوه واحتاجوا إليه. وقد ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم أطفال كثيرون في مشارق الأرض ومغاربها، فإذا جاز للمصدق أن ينسبها إلى مولده، جاز للمكابر أن ينسبها إلى مولد غيره. ولم تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين إلا بعد عشرات السنين، يوم تأتي الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين وإنكار المنكرين.
أما العلامة التي لا التباس فيها ولا سبيل إلى إنكارها فهي علامة الكون وعلامة التاريخ. قالت حوادث الكون: لقد كانت الدنيا في حاجة إلى رسالة. وقالت حقائق التاريخ: لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة. ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ. عبقرية الداعي. اتفقت أحوال العالم إذن على انتظار رسالة، واتفقت أحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة. وكان من الممكن أن تتفق أحوال العالم وأحوال محمد، ولا تتفق معها الوسائل التي تؤدى بها رسالته على أحسن الوجوه. كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول ثم لا يظهر الرسول، وكان من الممكن أن يظهر الرسول في البيت الصالح وفي البيئة الصالحة ثم لا تتهيأ له الصفات التي يتم بها أداء الرسالة. ولكن الذي اتفق في رسالة محمد قد كان أعجب أعاجيب الاتفاق، وكان المعجزة التي تفوق المعجزات، لأنها مع ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك الأجزاء جميعها مما يقبله العقل قبولاً سائغاً بغير عنة ولا استكراه. فكان محمد مستكملاً للصفات التي لا غنى عنها في إنجاح كل رسالة عظيمة من رسالات التاريخ. كانت له فصاحة اللسان واللغة، وكانت له القدرة على تأليف القلوب وجمع الثقة، وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها. وهذه صفات للرسول غير أحوال الرسول، ولكنها هي التي عليها المدار في تبليغ الرسالة، ولو اتفقت فيما عداها جميع الأحوال. الفصاحة. فالفصاحة صفة تجتمع للكلام ولهيئة النطق بالكلام ولموضوع الكلام، فيكون الكلام فصيحاً وهيئة النطق به غير فصيحة، أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية في الأسماع والقلوب. أما فصاحة محمد فقد تكاملت له في كلامه وفي هيئة نطقه بكلامه وفي موضوع كلامه، فكان أعرب العرب كما قال عليه السلام: أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. فله من اللسان العربي أفصحه بهذه النشأة القرشية البدوية الخالصة، وهذه هي فصاحة الكلام. ولكن الرجل قد يكون عربياً قرشياً مسترضعاً في بني سعد، ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم، أو يكون صوته غير محبوب، أو يكون ترتيبه لكلماته غير مأنوس، فيتاح له الكلام الجميل ثم يعوزه النطق الجميل. أما محمد فقد كان جمال فصاحته في نطقه كجمال فصاحته في كلامه، وخير من وصفه بذلك عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها، وقدرته على إيقاعها في أحسن مواقعها، فهو صاحب كلام سليم في نطق سليم. ولكن الرجل قد يكون عربياً قرشياً مسترضعاً في بني سعد، ويكون سليماً في كلامه سليماً في نطقه، ثم لا يقول شيئاً يستحق أن يستمع إليه السامع في موضوعه. فهذا أيضاً قد تنزه عنه الرسول في فصاحته السائغة من شتى نواحيها، فما من حديث له حفظه لنا الرواة الثقات إلا وهو دليل صادق على أنه قد أوتي حقاً جوامع الكلم، ورزق من فصاحة الموضوع كفاءة ما رزق من فصاحة اللسان وفصاحة الكلام. الوسامة والثقة. وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه إلى كل من رآه، وتجمعان إليه قلوب من عاشروه، وهي صفة لم يختلف فيها صديق ولا عدو، ولم ينقل عن أحد من أقطاب الدنيا أنه بلغ بهذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضعفاء والأقوياء على السواء. وحسبك من حب الضعفاء إياه أن فتى مستعبدا يفقد أباه وأسرته كزيد بن حارثة، ثم يظهر له أبوه بعد طول الغيبة فيؤثر البقاء مع محمد على الذهاب مع أبيه. وإن خادم خديجة رضي الله عنها، ونعني به ميسرة، يقدمه ليبشر سيدته بالربح والتوفيق في تجارته، وهو أولى أن يدعي لنفسه ما اختصه به من الفضل والتقديم. وحسبك من حب الأقوياء إياه أنه جمع على محبته أناساً بينهم من التفاوت في المزاج والخصال ما بين أبي بكر وعمر وعثمان وخالد وأبي عبيدة، وهم جميعاً من عظماء الرجال. ولكن الرجل قد يكون صبيحاً دمثاً محبوباً، ولا يكون له من ثقة الناس وائتمانهم إياه نصيب كبير، لأن الرجل المحبوب غير الرجل الموثوق به،
وإذا اتفقت الخصلتان حيناً فمن الجائز أن تفترقا حيناً آخر، لأنهما في عنصر الخصال لا تتلازمان. أما محمد فقد كان جامعاً للمحبة والثقة كأفضل ما تجتمعان، وكان مشهوراً بصدقه وأمانته كاشتهاره بوسامته وحنانه، وشهد له بالصدق والأمانة أعداؤه ومخالفوه، كما شهد بهما أحباؤه وموافقوه. وامتلأ هو من العلم بمنزلة من ثقة القوم، فأحب أن يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم في دعوته، فكان يسألهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ فيقولون: نعم، أنت عندنا غير متهم. إلا أن الإنسان ينفر مما يصدمه في مألوفاته وموروثاته، ولو صدقه وقام لديه 1000 برهان عليه. فلم يكن ما بالقوم أنهم لا يصدقون محمداً ولا يعلمون فيه الشرف والأمانة، وإنما كان بهم أنهم ينفرون من التصديق كما ينفر المرء من خبر صادق يسوءه في من يحب أو فيما يحب، وهو مفتوح العينين ناظراً إلى صدق ما يلقى إليه. الإيمان والغيرة. ومن المحقق أن هذه الموافقات على كثرتها وهذه الشمائل على ندرتها لا تزال تتوقف على صفة أخرى يحتاج إليها الداعي أشد من احتياجه إلى الفصاحة والصباحة، وهي إيمانه بدعوته وغيرته على نجاحها. فقد نجح داعون كثيرون تعوزهم طلاقة اللسان وطلاقة القسمات، ولم ينجح قط داع كبير يعوزه الإيمان بصواب ما يدعو إليه والغيرة عليه. وقد قضى محمد صلى الله عليه وسلم شبابه وهو يؤمن بفساد الزمان وضلال الأوثان، وجاوره أناس أقل منه نبلاً في النفس ولطفاً في الحس ونفوراً من الرجس، آمنوا بمثل ما آمن به من فساد عصره وضلال أهله، ومن حاجتهم إلى عبادة غير عبادة الأصنام وآداب غير آدابهم في تلك الأيام، فإذا جاوزهم في صدق وعيه وسداد سعيه فقد وافق المعهود فيه والموروث من جده وأبيه. ولما آمن برسالته هو ودعوة ربه إياه إلى القيام بأداء تلك الرسالة، لم يهجم على هذا الإيمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم، ولم يتعجل الأمر تعجل من يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره، ولكنه تردد حتى استوثق وجزع حتى اطمأن، وخطر له في فترة من الوحي أن الله قلاه وأعرض عنه ولم يأذن له في دعوة الناس إلى دينه، ثم تلقى الطمأنينة من وحي ربه ومن وحي قلبه ومن وحي صحبه، فصدع بما أمر ورضي ضميره بما أوتي من الهداية على النحو الذي رضيت به ضمائر الأنبياء وأصحاب الفطرة الدينية، مع ما بينه وبينهم من فارق في الرتبة والأهبة، وما بين زمانهم وزمانه من فارق في الحاجة إلى الإصلاح. فما من عجب إذن أن يكون محمد صاحب الدعوة، وما من عجب أن تتجه دعوته حيث اتجهت وأن تبلغ من وجهتها الغاية التي بلغت، وإنما العجب ممن يغفلون عن هذه الحقيقة أو يتغافلون عنها لهوى في الأفئدة، فيشبهون اليوم أولئك الجاهلين الذين أصروا في الأمس على الكفر به وحجبوا بأيديهم نوره عامدين. نجاح الدعوة. ما من حركة كبرى في التاريخ تتضح للفهم إن لم يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوماً بأسبابه الواضحة المستقيمة التي لا عوج في تأويلها، وما من شيء غير الغرض الأعوج يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة، ثم يخيل إليه أن الدعوة الإسلامية كانت فضولاً غير مطلوب في هذه الدنيا، وأن نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود أو غير الإرهاب بالسيف والإغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين. أي إرهاب وأي سيف؟ إن الرجل حين يقاتل من حوله إنما يقاتلهم بالمئات والألوف، وقد كان المئات والألوف الذين دخلوا في الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين ولا يعرضون أحداً لسيوفهم، وكانوا يلقون عنتا ولا يصيبون أحداً بعنت، وكانوا يخرجون من ديارهم لياذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين ونقمة الناقمين، ولا يخرجون أحدا من داره، فهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبي الأعزل المفرد بين قومه الغاضبين عليه، بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد الأقوياء المتحكمين. ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا الأذى ويبطلوا الإرهاب والوعيد، ولم يحملوه ليبدأوا واحدا بعدوان
أو يستطيل على الناس بالسلطان. فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم، ولم تكن كلها إلا حروب دفاع وامتناع. أما الإغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين، فلو كان هو باعثاً للإيمان لكان أحرى الناس أن يستجيب إلى الدعوة المحمدية هم فسقة المشركين وفجرتهم وأصحاب الترف والثروة فيهم، ولكن طغاة قريش هم أسبق الناس إلى استدامة الحياة واستبقاء النعمة، فإن حياة النعيم بعد الموت محببة إلى المنعمين تحبيبها إلى المحرومين، بل لعلها أشهى إلى الأولين وأدنى، ولعلهم أحرص عليها وأحنى، لأن الحرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان لم يذق ولم يتغير عليه حال. لم يكن أبو لهب أزهد في اللذة من عمر، ولم يكن السابقون إلى محمد أرغب في النعيم من المتخلفين عنه، ولكننا ننظر إلى السابقين وننظر إلى المتخلفين فنرى فارقاً واحداً بينهم أظهر من كل فارق، ذلك هو الفارق بين الأخيار والأشرار، وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين، وبين من يعقلون ويصغون إلى القول الحق ومن يستكبرون ولا يصغون إلى قول. ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا، وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها، أو بين مخدوع في النعيم وغير مخدوع. ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما نستبينها من مثال عمر رضي الله عنه في إسلامه، فقصته في ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ينفي كل كلام يقال عن الوعيد والإغراء، وأثرهما في إقناع الأقوياء أو الضعفاء. قال ابن إسحاق: خرج عمر يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه، قد اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهم قريب من 40 بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق، وعلي بن أبي طالب، في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: من تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيت؟ قال: صهرك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما. قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وصهره، وعندهما خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا. قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع، فكف وتراجع، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال: لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إذ قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة وفيها سورة طه، فقرأها، فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته وهو يقول:
اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا سيفه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: نأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه بالحجرة، فأخذه بحجزته أو بمجمع ردائه، ثم جبذه جبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم. هذه قصة إسلام عمر بن الخطاب، وهذا موضع ما فيها من الوعيد والإغراء. خرج بالسيف ليقتل محمداً، ولم يخرج عليه أحد من المسلمين بسيف، وقرأ صدرا من سورة طه ليس فيها ذكر للخمر والنعيم، وهو: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فلا جبن إذن ولا طمع في إسلام عمر بن الخطاب، بل رحمة وإنابة واعتذار. ولم يكن في إسلام الفقراء الذين هم أقل من عمر ناصرا وأضعف منه بأسا جبن ولا طمع، لأنهم تعرضوا بإسلامهم للسيف، ولم يخضعوا للسيف حين أسلموا لله ورسوله. وما كفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة، فيقال إن الذين سبقوهم إلى الإسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن عن مواجهة القوة، ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور. فمن كان أقرب إلى هذه الطلبة من غني أو فقير، ومن سيد أو مستعبد، فقد أسلم، ومن كان به زيغ عنها فقد أبى. وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد للإسلام سيف يذود عنه، وبعد أن تجرد له سيف تهابه السيوف. وما يقسم الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعمر وعثمان في جانب اللذة والخوف، ويضع الطغاة من قريش في جانب العصمة والشجاعة، إلا أن يكون به هوى كهوى الكفار من قريش في الإصرار والإنكار. إنما نجحت دعوة الإسلام لأنها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت لها الحوادث، وقام بها داع تهيأ لها بعناية ربه وموافقة أحواله وصفاته، فلا حاجة بها إلى خارقة ينكرها العقل أو إلى علة عوجاء يلتوي بها ذو الأهواء، فهي أوضح شيء فهما لمن أحب أن يفهم، وهي أقوم شيء سبيلا لمن استقام. عبقرية محمد العسكرية. حروب الدفاع. قلنا في الفصل السابق إن الإسلام لم ينجح لأنه دين قتال كما يردد أعداؤه المغرضون، ولكنه نجح لأنه دعوة لازمة يقوم بها داع موفق، وليس بين أسباب نجاحه سبب واحد يصعب فهمه على هذا الاعتبار. ونريد في هذا الفصل أن نقول إن محمداً كان على اجتنابه العدوان يحسن من فنون الحرب ما لم يكن يحسنه المعتدون عليه، وإنه لم يجتنب الهجوم والمبادأة بالقتال لعجز أو خوف مما يجهله ولا يجيده،
ولكنه اجتنبه لأنه نظر إلى الحرب نظرته إلى ضرورة بغيضة يلجأ إليها ولا حيلة له في اجتنابها، ويجتنبها حيثما تيسرت له الحيلة الناجحة. وقبل ذلك ينبغي أن نستحضر في الذهن بعض الحقائق التي تظهر لنا الاختلاف بين الدين الإسلامي والأديان الأخرى في مسألة القتال، لنثبت أن للإسلام شأناً في اجتناب القوة كشأن كل دين، وأنه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن إلى جانب ذلك صالحاً للانتصار، وأن الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن عمل أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت دعوتها كدعوته وكانت أسبابها كأسبابه. فالحقيقة الأولى أن مطعن القائلين بأن الإسلام دين قتال إنما يصدق لو صدق في بداءة عهد الإسلام كما أسلفنا، يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين، ولولاهم لما كان له جند ولا حمل في سبيله سلاح. لكن الواقع أن الإسلام في بداءة عهده كان هو المعتدى عليه، ولم يكن من قبله اعتداء على أحد، وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية واجتماع القوم حول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون على ذلك. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد صبر المسلمون على المشركين حتى أمروا أن يقاتلوهم كافة كما يقاتلون المسلمين كافة، فلم يكن لهم قط عدوان ولا إكراه. وحروب النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا كانت كلها حروب دفاع، ولم تكن منها حرب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال. وتستوي في ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الروم. ففي غزوة تبوك عاد الجيش الإسلامي أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة، وكان قد سرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية، فلما عدل الجيش الإسلامي عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة في تجهيزه وسفره. والحقيقة الثانية أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع، ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف سلطة تقف في طريقه وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للإصغاء إليه، لأن السلطة تزال بالسلطة ولا غنى في إخضاعها عن القوة. ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية، وإنما كانوا أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة في الأبناء بعد الآباء وفي الأعقاب بعد الأسلاف. وكل حجتهم التي يذودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها، وأن زوالها يزيل ما لهم من سطوة الحكم والجاه. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها، لأنهم أصحاب السلطة التي تأبى العقائد الجديدة. وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هي التي كانت تحول دون الدعوة المحمدية، وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء، لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التي تصد الدعوة الإسلامية فيمتنع القتال. ومن التجارب التي دل عليها التاريخ الحديث كما دل عليها التاريخ القديم أن السلطة لا غنى عنها لإنجاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب. ومن تلك التجارب تجربة فرنسا في القرن الماضي، وتجربة روسيا في القرن الحاضر، وتجربة مصطفى كمال في تركيا، وتجارب سائر الدعاة من أمثاله في سائر البلاد. فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكرة بالقوة، ولا بد من التمييز بين العملين لأنهما جد مختلفين. والحقيقة الثالثة أن الإسلام لم يحتكم إلى السيف قط إلا في الأحوال التي أجمعت شرائع الإنسان على تحكيم السيف فيها. فالدولة التي يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيها ماذا تصنع إن لم تحتكم إلى السلاح؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والدولة التي يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من أبنائها بماذا تفض الخلاف بينهم إن لم تفضه بقوة السلطان؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيضاً حيث جاء فيه:
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي كلتا الحالتين يكون السلاح آخر الحيل، وتكون نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح، ثم يأتي الصلح والتوفيق، أو يأتي التفاهم بالرضا والاختيار. والحقيقة الرابعة أن الأديان الكتابية بينها فروق موضعية لا بد من ملاحظتها عند البحث في هذا الموضوع. فاليهودية أو الإسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها أشبه بالعصبية المحصورة في أبناء إسرائيل، منها بالدعوة العامة لجميع الناس، فكان أبناؤهم يكرهون أن يشاركون غيرهم فيها، كما يكره أصحاب النسب الواحد أن يشاركهم غيرهم فيه، وكانوا من أجل هذا لا يحركون ألسنتهم، فضلاً عن امتشاق الحسام لتعميم الدين اليهودي وإدخال الأمم الأجنبية فيه، ولا وجه إذن للمقارنة بين اليهودية والإسلام في هذا الاعتبار. أما المسيحية فهي قد عنيت أولاً بالآداب والأخلاق، ولم تعتني مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة، وقد ظهرت ثانياً في بلاد المعاملات، والنظم الحكومية فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان، فهي قد عدلت عن فرض المعاملات والدساتير لهذه الضرورة، لا لأن المعاملات والدساتير ليست من شأن الدين. وقد ظهرت ثالثاً في وطن تحكمه دولة أجنبية ذات حول وطول، وليس للوطن الذي ظهرت فيه طاقة بمصادمة تلك الدولة في ميدان القتال. أما الإسلام فقد ظهر في وطن لا سيطرة للأجنبي عليه، وكان ظهوره لإصلاح المعيشة وتقويم المعاملات وتقرير الأمن والنظام، وإلا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم فيما وراء الحدود العربية. فإذا اختلفت نشأته ونشأة المسيحية فذلك اختلاف موضعي طبيعي لا مناص منه، ولا اختيار لأحد من الخلق فيه. وآية ذلك أن المسيحية صنعت صنع الإسلام حين قامت بين أهلها الدول والجيوش، وحين استقلت شعوبها عن الأجانب المتغلبين، وزادت حروب المذاهب فيما بين أبنائها على حروب صدر الإسلام مجتمعات. والحقيقة الخامسة أن الإسلام شرع الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وجاء في القرآن الكريم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. وحدث فعلاً أن المسلمين فتحوا بلاداً غير بلاد العرب، ولم يفتحوها ولم يكن يتأتى لهم فتحها بغير السلاح، إلا أن هذه الفتوح تأخرت في الزمن، ولم يتم شيء منها قبل استقرار الدولة للإسلام، فلا يمكن أن يقال إنها كانت وسيلة الإسلام للظهور، وقد ظهر الإسلام قبلها وتمكن في أرضه، واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الموت في سبيله. ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إن لم تفرضها الدعوة إلى دينها. فلو قدرنا أن الخليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو إليه، لو وجب في ذلك العهد أن يأمن على بلاده من الفوضى التي شاعت في أرض فارس وفي أرض الروم، ووجب أن يمنع الشر الذي يوشك أن ينقض عليه من كلتيهما، وأن يمنع عدوى الفساد أن تسري منهما إلى حماه. هذا إلى أن الإسلام قد أجاز للأمم أن تبقى على دينها مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القائمة، وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب. والحقيقة السادسة أن المقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل إسلامها وبعد إسلامها تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع، فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار، وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام، واطمأن الناس على أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم، وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوي الأمر والجاه.
فإذا قيل إن المدعوين إلى الإسلام لم يقتنعوا بفضله سابقين، فلا ينفي هذا القول أنهم اقتنعوا به متأخرين. إن الإسلام مقنع لمن يختار ويحسن الاختيار، إلى جانب قدرته على إكراه من يركب رأسه ويقف في طريق الإصلاح. ومن نظر إلى الإقناع العقلي، تساوى لديه من يستميلك إلى العقيدة بتوزيع الدواء والطعام أو بتربية الأطفال عليها وهم لا يعقلون، ومن يستميلك إليها بالخوف من الحاكم، على فرض أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر الإسلام. فالشاهد الذي تطعمه وتكسوه ليقول قولك في إحدى القضايا كالشاهد الذي ينظر إلى الصوت في يديك فيقول ذلك القول. كلاهما لا يأخذ بإقناع الدليل ولا بنفاذ الحجة، ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصير. وصفوة ما تقدم أن الإسلام لم يوجب القتال إلا حيث أوجبته جميع الشرائع وسوغته جميع الحقوق، وأن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم الأديان الأخرى بالسيف كذلك، إلا أن يحال بينها وبين انتضائه، أو تبطل عندها الحاجة إلى دعوة الغرباء إلى أديانها، وأن الإسلام عقيدة ونظام، وهو من حيث النظام شأنه كشأن كل نظام في أخذ الناس بالطاعة ومنعهم أن يخرجوا عليه. القائد البصير. لم يكن الإسلام إذن دين قتال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مقاتلاً يطلب الحرب للحرب أو يطلبها وله سعة عنها، ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير إذا وجبت الحرب ودعته إليها المصلحة اللازمة، يعلم من فنونها بالإلهام ما لم يعلمه غيره بالدرس والممارسة، ويصيب في اختيار وقته وتسيير جيشه وترسيم خططه إصابة التوفيق وإصابة الحساب وإصابة الاستشارة. وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والإنشاء، لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد من خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع، وهي التي تجند كل ما بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام. وقد كانت غزوة بدر هي التجربة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في إدارة المعارك الكبيرة، فلم يأنف أن يستمع فيها إلى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال إلى غير المكان الذي نزل فيه، ثم وعى من تجربة واحدة ما قل أن يعيه القادة المنقطعون للحرب من تجارب شتى. فلو تتبع حروبه صلى الله عليه وسلم ناقد عسكري من أساطين فن الحرب في العصر الحديث ليقترح وراء خططه مقترحاً أو ينبه إلى خطأ لأعياه التعديل. ونختار أبرع القادة المحدثين وهو نابليون بونابرت على أسلوب حرب الحركة الذي كان هو الأسلوب الغالب في العصور الماضية، والذي ظهر في الحرب العالمية الحاضرة أنه لا يزال الخطوة الأخيرة في جميع الحروب على الرغم من الحصون والسدود، لأن اختيار نابليون بونابرت يبين لنا السبق في خطط النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية بالمضاهاة بينها وبين خطط هذا القائد العظيم. أولاً، كان نابليون يوجه همه الأول إلى القضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما يستطيع، فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع، وإنما كانت عنايته الكبرى منصرفة إلى مبادرة الجيش الذي يعتمد عليه العدو بهجمة سريعة يفاجئه بها أكثر الأحيان، وهو على يقين أن الفوز في هذه الهجمة يغنيه عن المحاولات التي يلجأ إليها جلة القواد. وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور: أن يختار الموقع الملائم له، وأن يختار الفرصة، وأن يعاجل العدو قبل تمام استعداده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سابقاً إلى تلك الخطط في جميع تفصيلاتها، فكان كما قدمنا لا يبدأ أحداً بالعدوان، ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه جهد ما تواتيه الأحوال، بل ربما وصل إليه الخبر كما في غزوة تبوك والناس مجدبون والقيظ ملتهب والشدة بالغة، فلا يثنيه ذلك عن الخطة التي تعودها، ولا يكف عن التأهب السريع وعن حض المسلمين على جمع الأموال وجمع الرجال، ولا يبالي ما أرجف به المنافقون الذين توقعوا الهزيمة للجيش المحمدي فلم يحدث ما توقعوه. وكان صلى الله عليه وسلم يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابها، فيقضي على عزائم أعدائه بالقضاء عليها، ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء وإضعاف أنصاره بتركه زمام الحركة في أيدي الهاجمين، إلا أن يكون الهجوم وبالاً على المقدمين عليه كما حدث في غزوة الخندق. ثانياً، كان نابليون يقول
إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة 3:1، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التي هي في الحقيقة قوة الإيمان، وربما بلغت نسبة هذه القوة إلى الكثرة العددية كنسبة 5:1 في بعض المعارك، مع رجحان الفئة الكثيرة في السلاح إلى جانب رجحانهم في عدد الجنود. ومعجزة الإيمان هنا أعظم جداً من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما أودع نفوس رجاله من صبر وعزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب عرباً بعرب، وقرشيين بقرشيين، وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة. فلا يقال هنا إن الفضل لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية، كما يمكن أن يقال هذا في جيش نابليون، وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والإيمان. ثالثاً، كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتناولها اقتداره، فكان يحارب الإنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم أن تصل إلى القارة الأوروبية، وبتحويل المعاملات عن طريق إنجلترا إلى طريق فرنسا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب قريشاً في تجارتها، ويبعث السرايا في إثر القوافل كلما سمع بقافلة منها. وأنكر بعض المتعصبين من كتاب أوروبا هذه السرايا، وسموها قطعاً للطريق، وهي تعني المصادرة نفسها التي أقرها القانون الدولي وعمل بها قادة الجيوش في جميع العصور. ورأينا تطبيقها في الحرب الحاضرة والحرب الماضية، رشيداً تارة وغالياً في الحمق والشطط تارة أخرى. رابعاً، أسلفنا أن نابليون كان يوجه همه إلى الجيش، ولا يقتحم المدن أو يشغل باله بمحاصرتها لغير ضرورة عاجلة. ونرجع إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أنه حاصر محلة، إلا أن يكون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التي عسى أن تخرج منها قبل استعدادها أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة، كما حدث في حصار بني قريظة وبني قينقاع. فكان الحصار هنا كمبادرة الجيش بالهجوم في الميدان المختار بغير كبير اختلاف. خامساً، كان نابليون معتداً برأيه في الفنون العسكرية ولا سيما الخطط الحربية، ولكنه كان مع هذا الاعتداد الشديد لا يستغني عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب الأعلى قبل ابتداء الزحف أو قبل العزم على القتال. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان على رجاحة رأيه يستشير صحبه في خطط القتال وحيل الدفاع، ويقبل مشورتهم أحسن قبول، ومن ذلك ما صنعه ببدر وألمعنا إليه آنفاً، حيث أشار عليه الحباب بن المنذر بالانتقال إلى مكان غير الذي نزلوا فيه أول الأمر، ثم بتعوير الآبار وبناء حوض للشرب لا يصل إليه الأعداء. وقيل في روايات كثيرة إنه عمل بمشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق عند المنفذ الذي خيف أن يهجم منه المشركون على المدينة، فحفر الخندق وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين في حفره. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان عمل من أعمال القيادة الرشيدة وسنة من سنن القواد الكبار، غير أننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام كان خليقاً أن يشير بحفر الخندق لو لم يكن سلمان الفارسي بين أهل المدينة في إبان الهجمة عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الالتفات إلى سد الثغور وحماية الظهور في جميع وقعاته. وفي وقعة أحد جعل الجبل إلى ظهره، وأقام على الشعب التي يخشى منها النفاذ والالتفاف 50 رامياً، مشدداً عليهم في التزام موقفهم، قائلاً لهم: احموا ظهورنا فإن نخاف أن يجيئوا من ورائنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه، وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا، وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل. والذي يفعل هذا في شعب جبل لا يفوته أن يفعل مثله في ثغرة مدينة. ولكن المشاورة هنا هي المقصودة بالمضاهاة بين ما سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما نبغ فيه نابليون، فهذه خصلة معهودة في كبار القواد لا تقدح فيما عرفوا به من قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب. سادساً،
لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية نابليون، وكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب الأمثال. فلما رأى أصحابه يضربون العبدين المستقيين من ماء بدر لأنهما يذكران قريشا ولا يذكران أبا سفيان، علم بفطنته الصادقة أنهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء. وسأل عن عدد القوم فلم يعرفا العدد، فسأل عن عدد الجزور التي ينحرونها كل يوم، فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذي يحتاج إليه. وكان صلوات الله عليه إنما يعول في استطلاع أخبار كل مكان على أهله وأقرب الناس إلى العلم بفجاجه ودروبه، ويعقد ما يسمى اليوم مجلس الحرب قبل أن يبدأ بالقتال، فيسمع من كل ما فيما هو خبير به من فنون حرب أو دلائل استطلاع. 7. اشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام، وكان يقول إنه يخشى من 4 أقلام ما ليس يخشاه من 10,000 حسام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بفعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد، فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يغفرون الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالإسلام، أو يثيرون العشائر لقتاله ويفحشون في هجوه وهجو دينه، فينفذ إليهم من يحاربهم في حصونهم أو يتكفل له بالخلاص منهم. وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب الأوروبيين، وشبهوه بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان، وما قيل عن محاولته أن يختطف الشاعر الإنجليزي كولريدج الذي كان يخوض في ذمه ويستهوي الأسماع بسحر حديثه. إلا أن الفارق عظيم بين الحالتين، لأن حروب الإسلام إنما هي حروب دعوة أو حروب عقيدة، وإنما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الإلهية والوثنية، وليس وقوف الجيش أمام الجيش إلا سبيلاً من سبل الصراع في هذا الميدان. فليس في حالة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن من يحاربه في صميم الدعوة الدينية ويقصده بالطعن في لباب رسالته الإسلامية، وإن لم ينفر الناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده، وإنما هو مقاتل في الميدان الأصيل ينتظر من أعدائه ما ينتظره المقاتل من المقاتلين، ولا سيما إذا كانت الحرب قائمة دائمة لا تنقطع فترة إلا ريثما تعود. أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاح، فلا يجوز له أن يقتل أحداً لا يحمل السلاح في وجهه، أو لا يدينه القانون بما يستوجب إزهاق حياته. وما نهض نابليون لنشر دين أو تفنيد دين، ولا كان للرسول الإسلامي من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن يحاربونه في دينه وإن لم يشهروا السيف في وجهه، فإن الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذي يضربون فيه. تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التي سبق إليها محمد وجرى عليها نابليون بعد مئات السنين، ومن الواجب أن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل أن نحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح. لم يتخذ محمد عليه الصلاة والسلام الحرب صناعة، ولا عمد إليها كما أسلفنا إلا لدفع غارة واتقاء عداوة، فإذا كان مع هذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعا إليه، فله فضل السبق على جبار الحروب الحديثة التي تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها منذ ترعرع إلى أن سكن في منفاه، ولم يبلغ من نتائجه بعض ما بلغ القائد الأمي بين رمال الصحراء. ولقد كانت خبرة النبي صلى الله عليه وسلم ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال، فكانت طريقته في اختيار المكان والغرض أو في اختيار القائد وتزويده بالوصايا والأتباع مثلاً يحتذى في جميع العصور، ولا سيما العصر الحديث الذي كثرت فيه ذرائع التخبئة والمراوغة وذرائع الكشف والدعوة، فكثرت فيه من ثم حاجة المقاتلين إلى استقصاء أحوال الأعداء. ففي الحروب الحديثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التي تصدر إلى قواد السرايا والسفن ليفتحوها عند مدينة معلومة أو بعد مسيرة ساعات، أو في عرض البحر على درجة معينة من درجات الطول والعرض، إلى أمثال ذلك من العلامات التي تعين بها الجهات.
ويتفق في أمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعاً على سر البعثة، ورجاله جميعاً يجهلونه ولا يعرفون أهم خارجون في غزوة أم في مناورة استطلاع، إلى ما قبل الحركة المقصودة بساعات معدودات. وهنالك تصدر الأوامر التي لا بد من صدورها للتهيؤ والتنفيذ، ولا خوف من كشفها في تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذي يقابلها به العدو،